السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنكمل اليوم يا أبطال درس الممرضة. سنقوم بحل اكتب وأيضا التعرف على احفظ من صفحة 33 إلى صفحة 37. الآن لننظر. أكتب: ألفظ الكلمات منتبها إلى نطق التاء المربوطة والهاء المربوطة، ثم أعيد كتابة الكلمات. لدينا هنا تاء مربوطة متصلة، تاء مربوطة منفصلة، هاء مربوطة متصلة، وهاء مربوطة منفصلة. المتصلة أي تتصل بالحروف التي قبلها، أما المنفصلة لا تمسك بأحد، تبقى لوحدها. الآن للتمييز بين كتابة التاء المربوطة والهاء المربوطة نقوم بوضع حركة، لأن التاء عندما تكون ساكنة تلفظ هاء، لذلك للتمييز بينها نضع حركة فتقرأ التاء ت والهاء هو. لننظر إلى الأمثلة. مدرسة تون، إذا سكنتها تقرأ مدرسة. انظر، مدرسة أي لا يوجد عليها حركة فتقرأها، لذلك نضع عليها حركة فتقرأ مدرسة تون. إذا هنا هي تاء مربوطة. أيضا هنا وردة، عند وضع الحركة تقرأ وردة تون. إذا أنا قرأتها تاء تكتب تاء، وردة. ننظر إلى الكلمة الثالثة. وجه، أيضا عند التسكين الهاء تبقى هاء. وجه، وأيضا مياه. إذا لمعرفة هل الكلمة تنتهي بتاء أم بهاء نضع حركة. إذا نطقت تاء تكتب تاء مربوطة، وإذا نطقت هاء تكتب هاء مربوطة. قم بكتابة الكلمات يا بطل. أستخرج من درس القراءة كلمتين في آخرهما تاء مربوطة متصلة وتاء مربوطة منفصلة، وكلمتين في آخرهما هاء متصلة، ثم أكتب الكلمات. لنذهب إلى درس القراءة. الممرضة. انظر إلى كلمة الممرضة، بماذا تنتهي؟ بتاء مربوطة. أيضا لدينا كلمة الممرضة مرة أخرى، أيضا معاملة، أيضا حسنة. هيا ابحث في السطر التالي. أحسنتم. كلمة برأفة، أيضا كلمة فخورة، أيضا كلمة مهنة، وأيضا كلمة الرحمة. إذا جميعها تنتهي بتاء مربوطة. الآن أين الكلمة التي تنتهي بتاء مربوطة منفصلة؟ هيا ابحث عنها. أحسنتم، كلمة فخورة. الآن سنقوم باستخراج الكلمات التي تنتهي بها. ننظر إلى كلمة عمله، هاء متصلة. أيضا كلمة بصحته. انظر، هيا ابحث أنت الآن في نفس السطر. أحسنتم، تعامله. وأيضا كلمة وتعطيه، أيضا تنتهي بها، جميعها متصلة. الآن يوجد كلمة لم أقم بالبحث عنها، هيا ابحث عنها أنت في السطر الرابع. أين هي؟ تنتهي بها متصلة. أحسنتم، كلمة ألمه أيضا تنتهي بها متصلة. الآن سنقوم بكتابة الكلمات في المكان المخصص لها. كلمة الممرضة، فخورة، عمله، تعطيه. الآن سنذهب إلى التدريب الثاني. أكتب ألف وهمزة في الفراغ ثم ألفظ الكلمات. تلفظ
الآن ننظر إلى الكلمة الأولى. عطاء، عطاء. نقوم بمد الألف. شفاء، شفاء. أيضا كلمة الدواء، الدواء. التدريب الثالث. اكتب بخط جميل. قم بكتابة الجمل بخط جميل والتزم بالسطر، وأيضا قم بالتدرب على الإملاء المنقول، وانتبه لكتابة التاء المربوطة والهاء المربوطة، وأيضا الألف والهمزة. ولا ننسى التركيز على اللام الشمسية واللام القمرية. والآن لدينا نشيد جميل بعنوان الممرضة. هيا لننشد النشيد معا. رأيتها نظيفة نشيطة خفيفة، فؤادها رحيم وعطفها عظيم، لطيفة الكلام تعمل في نظام، تطوف بالدواء في الصبح والمساء، وتأخذ الحرارة بغاية المهارة، تظل كالفراشة تطوف ببشاشة، في قلبها حنان يبثه اللسان. ما رأيكم في هذا النشيد؟ نعم، إنه جميل. عن من يتحدث؟ أحسنتم، عن الممرضة. هل لاحظتم كيف قرأت التاء عندما كانت ساكنة؟ نعم، لقد لفظتها هاء. نظيفة، أيضا خفيفة، إذن لأنها ساكنة. والآن لدينا آيات من سورة الشرح. هيا لنستمع بخشوع يا أطفال. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. قم بالتدرب على قراءة الآيات يا بطل. إلى اللقاء.